يا جماعه دول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده بنتكلم مع اولى اعدادي، كل شويه نتكلم مع بريك 1 لما زهقنا بريك 1. اولى اعدادي بنتكلم في الايه؟ في الالجبرا. بنتكلم عن ايه في الالجبرا؟ عن ليسون 6 الدرس السادس. تعالوا بقى مع بعض. على فكره ده درس يعتبر من الدروس السهله اللي فاتوا، كانت بتقال شويه العمليه بتبدا تخف. بيتكلم عن حاجه اسمها البروبرتيز، يعني الخصائص. خصائص ايه بقى؟ الاديشن، البلس او المالتيبليكيشن. وفي الاخر هنقول خاصيه اسمها الديستريبيوشن او الديستريبيوتيف. الديستريبيوشن او الديستريبيوتيف دي يا جماعه الخاصيه الثابته، ودي الخاصيه الثابته عندنا. دي بقى مش بتتكلم عن البلس او الباي، دي بتبقى مساله كوكتيل فيها بلس على ماينس على باي، ودي هنتكلم عليها بالتفصيل بس بعد ما نخلص الخصائص بتاعتها. بص يا حبايبي، انا عندي كام خاصيه النهارده هقولهم لك سريعا. اول خاصيه اسمها الكوميوتيتيف التبديل، الاسوشيتيف انك تلعب بالاقواس، في خاصيه اسمها اديتيف ايدنتيتي، في خاصيه اسمها مالتيبليكيتيف ايدنتيتي. وعلى فكره كلمه ايدنتيتي بيقول بدلها كلمه نيوترال، يعني حضرتك لو شفت كلمه اديتيف ايدنتيتي اوكي، شفتها ايه؟ اديتيف نيوترال اوكي، يبقى ايدنتيتي هي النيوترال. مالتيبليكيتيف ايدنتيتي او مالتيبليكيتيف نيوترال هي نفس المعنى. في حاجه اسمها اديتيف انفرس، دي رقم 5. نقول ايه؟ اديتيف انفرس بنغير الاشاره. اديتيف انفرس هنكتب اهو بنغير الاشاره. يبقى اديتيف انفرس معناها بنغير الايه؟ الاشاره. طب وفي ايه تاني يا مستر؟ في حاجه بقى اسمها الديستريبيوشن او الديستريبيوتيف اللي هي معناها التوزيع. وكده يبقى خلص الدرس السادس معانا. يلا بقى بسرعه نتكلم عن كل نقطه فيهم باختصار. هما 6 بروبرتيز. معانا كلمه بروبرتي خاصيه. بصوا كلمه بروبرتي خاصيه، عايز تجمعها بتشيل حرف الواي وتحط بدلها اي اي اس اللي هي بروبرتيز يعني الخصائص. طب اول حاجه الكوميوتيف هتقول مثلا احنا عارفينها من ثانيه ابتدائي وثالثه ابتدائي ورابعه وخمسه وسته. كوميوتيف يعني تبديل. طب تعالوا نشوف التبديل بينفع كده. انت عايز تعمل 3 بلس 5، ينفع ابدلها واخليها 5 بلس 3؟ كده هتطلع ايه؟ يبقى ينفع تبديل. طب التبديل ده اللي هو الكوميوتيف بينفع فين؟ في البلس وبينفع في الباي. ينفع في الباي يعني ايه؟ يعني مثلا عايز اقول 2 باي 5، ينفع ابدل واخليها 5 باي 2 هتطلع ايكوال تاني. يبقى ينفع اعمل تبديل؟ ينفع. يبقى الكوميوتيتيف دي معناها تبديل. يبقى اول خاصيه بنتعلمها التبديل. طب التبديل بينفع في البلس وينفع في الباي. طبعا ما ينفعش في الماينس ان انا ابدل، وما ينفعش في الديفايد ان انا ابدل. يعني ما ينفعش في الماينس اقول لك مثلا 7 ماينس 3 هي 3 ماينس 7، لا طبعا. يعني دلوقتي عارفين 7 ماينس 3 معناها 4 و3 ماينس 7 معناها نيجاتيف 4، يبقى دوت ودوت ايكوال. اقول لك لا غلط، هما مش ايكوال. فما ينفعش تبديل في الماينس، وبرده في الديفايد ما بينفعش تبديل. يبقى كان الكوميوتيتيف دي اللي هي التبديل دي بتنفع في الاديشن والمالتيبليكيشن. في الاديشن والمالتيبليكيشن يعني بنتكلم عن الخصائص بتاعت الاديشن والمالتيبليكيشن في الانتجرز. هو ده عنوان الدرس، انه بيتكلم عن البروبرتيز يعني الخصائص اوف addition and multiplication in ايه بقى؟ in integers. يعني بنتكلم في الانتجرز اللي هم الزرع. اول خاصيه الكوميوتيتيف اوكي. الخاصيه الثانيه احنا قلنا الكوميوتيتيف ينفع في البلس وينفع في الباي، ما ينفعش لا في الماينس ولا ينفع في الديفايد. يبقى الماينس والديفايد غلط ما ينفعش. طيب الاسوشيتيف بيقول يبقى اسوشيتيف يعني تلعب بالاقواس. يبقى اسوشيتيف معناها اقواس. طب انا لو عندي 3 ارقام 2 بلس 3 بلس 5، عندي 2 بلس 3 بلس 5، هل ينفع العب بالاقواس والنتيجه مش هتتغير؟ هتقول لي ازاي يا مستر؟ ينفع احط قوسين هنا وبعد اطلعهم ده، واحد يقول لي انا احط قوسين هنا. طب احنا عايزين نشوف ينفع العب بالاقواس ولا لا. اسوشيتيف يعني تلعب بالاقواس. هي 2 بلس 3 5، طب 5 بلس 5 كام؟ 10. ده طلع 10. ده لو قلت هنا لو واحد قال لي انا هاخد اقواس، انا هاخد 5 بلس 3، 5 بلس 3 او 3 بلس 5 8، و8 بلس 2 هيطلع برضه 10. ايه ده؟ يبقى الجنب ده والجنب ده هيكونوا ايكوال؟ قال لك ايكوال. يبقى معنى كده ان انت ينفع تستخدم الاسوشيتيف. اسوشيتيف يعني هستخدم الاقواس. اعمل هنا قوسين هنا قوسين، اصفي دول مع بعض ولا اخدهم مع ده اوكي.
مش عاجبينك دول، عايز تاخد دول الاول واللي يطلع تصفيه مع ده برضه اوكي. يبقى هنا في خاصيه بروبرتي اسمها ايه البروبرتي دي؟ اسمها الاسوشيتيف. اقول له الاسوشيتيف بتنفع. طب ينفع نستخدمها ايه؟ احنا قلنا كلهم شغالين على الباي والبلس زي الحلاوه اللي هم الاديشن والمالتيبليكيشن. طب ده اديشن، لو هي مالتيبليكيشن ينفع؟ يعني مثلا عايز اعمل 2 باي 3 باي 5 2 باي 3 باي 5. في حد قال لي مثلا هعمل قوسين هنا، هعمل اول 2 باي 3 2 باي 3 هيطلع 6 وبعدين 6 باي 5 هيديني 30. في واحد تاني ليه مزاج تاني يقول لك لا انا هاخد دي هي اللي معاديها مستر براحتك. 3 باي 5 هيديني 15. طب و15 لما نعملها باي 2 يطلع برضه ايه؟ 30. انا ملاحظ ان لما لعبت بالاقواس النتيجه ما اتغيرتش، يعني ما كانت ده ايكوال ده، يبقى برضه ينفع العب بالاقواس. يبقى الاسوشيتيف ينفع في ايه؟ تنفع في الاديشن وتنفع في المالتيبليكيشن. طبعا ما تنفعش في الماينس، هقول غلط. ما تنفعش في الديفايد، برضه هقول ايه؟ غلط. يبقى احنا شغلنا في الاديشن والمالتيبليكيشن بس. اول بروبرتي كانت الكوميوتيتيف التبديل. البروبرتي الثانيه كانت بتتكلم على الاسوشيتيف يعني اللعب بالاقواس، قلنا دي تنفع ودي تنفع، بس بنتكلم على البلس والباي بس اللي هم الاديشن والمالتيبليكيشن. البروبرتي الثالثه بيقول لي الاديتيف ايدنتيتي. بيقول ايه؟ الاديتيف ايدنتيتي مش عايزك تحفظ. كلمه ايدنتيتي يعني معناها لا يؤثر. وكلمه اديتيف جايه من كلمه اد، واد يعني بلس. مين الرقم؟ يعني ممكن نعمل زوم هنا لو البلس مش باينه. مين الرقم يا جماعه اللي لا يؤثر في عمليه البلس؟ هو الزيرو. ليه؟ لان انت لما مثلا بتقول 0 بلس 7 ينفع ابدل واخليها 7 بلس 0؟ انت بقى ينفع تدي. طب في الاخر الزيرو بلس 7 او ال 7 بلس 0 هيديك ال 7 زي ما هي. يبقى ما كان ال 7 ما اتغيرتش. يبقى اصبح الزيرو ده يا جماعه ملوش تاثير في عمليه الاد في البلس. فعشان كده لما يجي سؤال يقول لي مين الاديتيف ايدنتيتي؟ هقول له هو الزيرو. طب ممكن بقى لما يقول لي اديتيف ايدنتيتي يقول لي اديتيف نيوترال. برضه نيوترال يعني معناها ما بيأثرش. لو قال لي اديتيف ايدنتيتي هقول زيرو. اديتيف نيوترال هقول له زيرو. يعني الرقم اللي ملوش تأثير في عملية الاديتيف جاي من كلمة اد. طيب ايه الخاصية الرابعة؟ في حاجة برضه اسمها ايدنتيتي او نيوترال برضه يعني معناها لا يؤثر. بس هنا مالتيبليكيتيف يعني في عملية الباي. في رقم ملوش تأثير في عملية الباي؟ انا سامع كلنا بنقول ال1 شطار. يعني مين اللي مش بيأثر في عملية الباي؟ ال1. ليه بقى ال1؟ لأن أنت لما بتعمل أي حاجة باي 1 ما بتتغيرش. لما تقول مثلا 3 باي 1 ينفع أبدل وأخليها 1 باي 3؟ إيه اللي بيحصل؟ ال 3 بتفضل زي ما هي. يبقى معنى كان ال1 دوت لا يؤثر في عملية الباي. يبقى لما يجي يقول لي مين المالتيبليكيتيف ايدنتيتي هقول له 1. لما يقول لي مين المالتيبليكيتيف نيوترال هقول له 1. يعني الرقم اللي ما بيأثرش في عملية الباي. رقم 5 بقى يقول لي مين الاديتيف انفرس؟ بيقول ايه؟ انفرس يعني معناها العكس. انفرس معناها ايه؟ طب احنا بنقول ايه بقى؟ انفرس معناها العكس عامة، يعني ترجمتها بالعربي معناها العكس. بس بنقول اغنيه هنا احنا بنقول ايه؟ اديتيف انفرس بنغير الاشاره. اديتيف انفرس بنغير الاشاره. اديتيف انفرس بنغير الاشاره. احفظ الاغنيه دي. فلما يقول لي الاديتيف انفرس يبقى معناه ان انا اغير الايه؟ الاشاره. هستخدم الازرق لو مش واضح في التصوير حد يقول لي عشان نبقى ايه؟ اما يقول لي عايز الاديتيف انفرس اوف 7 يعني غير اشاره ال7. دي 7 المفروض اشارتها بوزيتيف بس هو مش كاتبها. انت تغيرها تخليها نيجاتيف ايه؟ 7. واضح في التصوير؟ طيب الاديتيف انفرس بتاع 7 هو مين؟ نيجاتيف 7. انا عملت ايه؟ اديتيف انفرس يعني غيرت الايه؟ الاشاره. طب النيجاتيف 8 غير الاشاره بتاعتها. اما يقول لي الاديتيف انفرس اوف نيجاتيف 8 هقول له يبقى ايه؟ طب لما يقول لي الاديتيف انفرس اوف ابسوليوت نيجاتيف 3 لازم اول حاجه تفك الابسوليوت. طبعا احنا عارفين الابسوليوت دوت دوره ان هو بياكل النيجاتيف اللي جوه. فلما ياكل النيجاتيف دي هتبقى قيمتها 3. هتيجي بقى حضرتك بعد كده تعمل ايه بقى؟ انت كده طلعتها ب 3 اهو. الابسوليوت اكل النيجاتيف فدي بقت قيمتها 3. لما يجي بقى عايز الاديتيف انفرس بتاعها تغير اشارتها فده 103 تخليها نيجاتيف ايه؟ 3. طب في حد يقول لي مثلا انت كده ما غيرتش اشاره؟ اقول لا غيرتها. هو بيقول ما غيرتهاش ليه؟ لان هو شايف هنا نيجاتيف 3 وهنا نيجاتيف 3 ما اتغيرتش. اقول لا اتغيرت.
لان هنا كان اسمها نيجاتيف 3 بس عليها ابسوليوت. عليها ايه؟ والابسوليوت ده دوره انه بياكل النيجاتيف، فلما ياكل النيجاتيف يبقى دي اسمها 3 بس. يبقى دي اصبح اسمها 3 ما اسمهاش بقى نيجاتيف 3 لان فيها ابسوليوت. هتيجي بقى تعمل اد بيبز هتغير اشارتها بدل ما هي 3 تخليها نيجاتيف ايه؟ 3. طب يجي سؤال مهم جدا ومحير. ايه هو السؤال ده؟ بصوا يجي سؤال هنا يا جماعه يقول لي 7 بلس نيجاتيف 7 ايكوال 0. على فكره السؤال ده بيحير الطلبه كلها. ويقول له 7 بلس نيجاتيف 7 ايكوال 0. يقول له هنا البروبرتي اللي انت استخدمتها ايه؟ وقال لك مثلا لحد دلوقتي انت معلمني 5 حاجات. انت لسه ما علمتنيش السته. السته دي هنتعلمها دلوقتي اللي هي ديستريبيوشن. انت معلمني كوميتيف، اسوشيتيف، معلمني حاجه اسمها اديتيف ايدنتيتي، مالتيبليكيتيف ايدنتيتي، اديتيف انفرس. طب انا شفته كتب 0. كل الطلبه هتقول لك بس ده 0. 0 اهو يبقى اهو. فلما يقول البروبرتي هنا ايه؟ يروح كاتب كلمه اديتيف ايدنتيتي. هقول له غلط. ليه؟ يا مستر مش في 0 اهو؟ انت قايل لنا الاديتيف ايدنتيتي هو 0؟ انت قايل لنا الاديتيف ايدنتيتي هو مين؟ فانت شفت 0 خلاص يبقى دي اسمها اديتيف ايدنتيتي. هقول لك لا، انت لما تشوف 0 تقول دي اسمها اديتيف ايدنتيتي بس لو جت بالمنظر ده ان 0 بلس حاجه طلعت زي ما هي، او حاجه بلس 0 طلعت زي ما هي. طب هي دي حاجه بلس 0 طلعت زي ما هي، او 0 بلس حاجه طلعت زي ما هي. طب يبقى دي مش اديتيف ايدنتيتي. طب فعلا مثلا لو شفت ال1 اقول عليه مالتيبليكيتيف ايدنتيتي. لو شفت 1 تقول عليه مالتيبليكيتيف ايدنتيتي بس بشرط انك تشوف المنظر ده ان حاجه باي 1 طلعت زي ما هي. يعني مثلا 3 باي 1 طلعت 3 زي ما هي، او 1 باي 3 طلعت 3 زي ما هي. يبقى دي اسمها مالتيبليكيتيف ايدنتيتي او مالتيبليكيتيف نيوترال. هنا انت مش شايف ان رقم محطوط بلس 0 والرقم فضل زي ما هو، انت مش شايف المنظر ده. امال انت شايف ايه؟ انت شايف ان هو خد رقم وعمل له بلس مع العكس بتاعه. بص انت شايف كلمه اديتيف انفرس؟ مش ده وده عكس بعض. اديتيف انفرس يعني معناها العكس، يعني معناها بنغير الاشاره. مش ده عكس ده وده عكس ده، ده عكس ده وبرده ده عكس ده، ده عكس ده وده عكس ده. طب انتوا عارفين يا جماعه الاديتيف انفرس دي معناها ايه؟ او ايه الميزه اللي فيها؟ انك لما بتاخد رقمين مع بعض بس بحيث يكون ده وده اديتيف انفرس لبعضيهم. يعني مثلا لما اقول لك الاديتيف انفرس بتاع ال7 هتقول نيجاتيف 7. فبديك الاديتيف انفرس اوف نيجاتيف 7 هتقول 7. يبقى معنى كده ان ال7 والنيجاتيف 7 دول كل واحد فيهم بيتقال عليه الاديتيف انفرس بتاع التاني. يعني انا الاديتيف انفرس بتاعك وانت الاديتيف انفرس بتاعي. طب انت لو خدت الاثنين الحلوين دول اللي هم كل واحد فيهم اديتيف انفرس للتاني وعملت لهم بلس، عارف لو عملت هنا 7 بلس نيجاتيف 7 هيديك 0. لو عملت نيجاتيف 8 بلس 8 هيديك 0. لو عملت هنا 3 بلس نيجاتيف 3 هيديك 0. ايه ده؟ يبقى المعلومه الخطيره دي مش معلومه اديتيف ايدنتيتي، دي معلومه ايه؟ اديتيف انفرس. يبقى لما يقول لي 7 بلس نيجاتيف 7 هو خد ال7 وعمل لها بلس مع العكس بتاعها طلعت الاجابه 0. يبقى البروبرتي هنا اسمها يقول له هنا اسمها اديتيف. سامع حد بيقول ايدنتيتي هقول له مش عايز اسمع صوت. هي مش اديتيف ايدنتيتي، هي اديتيف ايه؟ انفرس. انا همسح كده عشان نعرف نمشي. اقول له دي اسمها اديتيف ايه؟ يعني ايه اديتيف انفرس؟ ان هو استخدم الرقم وعكسه. اديتيف انفرس. اوكي؟ طيب قبل ما نخش على الديستريبيوشن بس في سؤالين كده بسرعه عايزين نحلهم. بيقول لي نيجاتيف 7 ماينس 8. بصوا يا جماعه انت ممكن تستخدم الكالكوليتر وتحل المسائل بالكالكوليتر عادي. هتكتب على الكالكوليتر نيجاتيف 7 ماينس وتفتح خصوصا تحط نيجاتيف 8 كل ده على الاخر. اللي ده هتطلع لك ايه؟ 1. اوكي. ممكن تعملها بحركه ثانيه اللي عايز يحسبها معايا يحسبها مفيش مشكله. في قاعده في الماس بتقول لك ماينس يعني بلس، ماينس يعني بلس، ماينس يعني بلس. يعني لما تشوف ماينس وراها ماينس يبقى معناها بلس. يعني حضرتك ممكن تعمل ايه؟ تقول نيجاتيف 7 بدل ما تقول على الاله ماينس وتفتح قوسين وتقول ماينس 8 ممكن على الاله تختصر تقول ماينس 7 تشيل الاثنين دول كده مع بعض وتقول بدلهم بلس. يعني تقول على الاله كده نيجاتيف 7 بلس 8 هتطلع لك برده 1. ناقص لي مسألتين. الاكس بابسوليوت نيجاتيف 4
والواي ب1 بنيجاتيف 1. هو بيقول لي هات قيمه ده. طب اول حاجه الاكس ابسيد نيجاتيف 4، يعني الابسيد هياكل النيجاتيف، دي المفروض قيمتها ايه؟ 4 بس. يبقى انا كأن الاكس قيمتها كام؟ 4. طب والواي؟ قال لك الواي بنيجاتيف ايه؟ 1. هو عايز اكس واي، يعني اكس مضروبه، ده معناها ضرب. يبقى حضرتك هتضرب الاكس في الواي، الاكس اللي هي ال 4 هتتضرب في الواي باي واي اللي هي نيجاتيف ايه؟ 1. ونحسب الحسبه دي، ممكن نحسبها على فكره بالكالكوليتر عادي. ال 4 لما تتضرب في النيجاتيف 1 تطلع نيجاتيف ايه؟ 4. يبقى الاجابه بتاعتنا انا هكتبها بالاسود عشان لو حد قال لي ده ازرق مش باين. يبقى 4 اتضربت في نيجاتيف 1 طلعت في الاخر ايكوال ايه؟ طلعت في الاخر ايكوال نيجاتيف 4. اوكي؟ اخر مساله بيقول لي الاكس doesn't belong، يعني قلنا doesn't belong يعني مش موجوده. طب ستوب حبايبي، هنا بيقول لي احنا قلنا في 3 اسئله بس هنخلصهم قبل ما نخش على الديستريبيوشن. ها خلصنا دي وخلصنا دي معناها باي، ضربنا ده في ده، بس طبعا هنا بعد ما فكينا الابسوليوت اصبح ده 4 بس. ال4 اتضربت الاكس هتتضرب في الواي، يبقى ال4 هتتضرب في النيجاتيف 1 بنعملها بالكالكوليتر تطلع نيجاتيف 4. هنا بيقول لي الاكس doesn't belong يعني مش موجوده هنا. doesn't belong يعني معناها ان هي مش موجوده. طب ايه which of the following can be x؟ يعني مين من الاختيارات اللي قدامك دي تنفع تكون x؟ can be x يعني ينفع تكون ايه؟ x. طب بيقول لك ان x doesn't belong يعني مش موجوده هنا. طب هل ده معناه ان الاكس ينفع تبقى 7؟ لا مش هينفع 7، لان لو 7 هي موجوده. وما ينفعش تبقى 2، لان لو هي 2 هتبقى هنقول عليها belong مش doesn't belong. طب ينفع x تبقى 5؟ طب ما انت لو حطيت x ب 5 ال 5 موجوده هنا، يبقى معناها belong. على فكره ده سؤال على الدرس بتاع الحصه اللي فاتت. ده الدرس الايه؟ السادس، ده سؤال يعتبر على الدرس الخامس. فهنا بيقول لي ان هي مش موجوده، يعني ايه الاكس مش موجوده هنا؟ يعني الاكس ما ينفعش تبقى لا 7 ولا 2 ولا 5. ما ينفعش الثلاث ارقام دول. امال تنفع ايه يا مستر؟ اي حاجه غيرهم، اي حاجه ايه؟ طب انا لما اجي ادور في الاختيارات هنا، الاكس مش هتنفع لا 7 ولا 2 ولا 5. طب ادور كده، يبقى الاكس ينفع اقول له 2؟ لا. طيب 5؟ لا. طب 7؟ لا. يبقى مين اللي نختاره؟ ال8. يبقى الاكس هنا لما يقول لي كان بي تنفع تكون، اقول له ما تنفعش تكون لا 2 ولا 5 ولا 7 عشان انت قايل ان هي doesn't belong، يعني معناها مش موجوده. انت عايزها تبقى مش موجوده هنا، فعشان تبقى مش موجوده هنا يبقى الاكس دي المفروض نشيلها ونكتب بدلها 8، لان هي لو مكتوبه 8 هنقول فيها ان ال8 doesn't belong هنا. انما لو كتبتها 2، هو يا جماعه 2 doesn't belong هنا ولا belong؟ انت عارف ال2 دي ايه؟ انا هشيل علامات الغلط دي. ال2 belong لان هي موجوده، وال5 belong. طب وال7 belong. ال2 belong موجوده اهي، وال5 اهي belong، وال7 اهي belong. انما مين اللي doesn't belong؟ ال8 هي اللي اتقال عليها doesn't belong. طالما هو هنا بيقول doesn't belong يبقى نختار ال8. ها ثواني خليك معايا عشان هنكمل بعد كده الديستريبيوشن. بصوا يا جماعه حبايب قلبي، احنا خلصنا ايه؟ خلصنا الفايف بروبرتيز، وقلنا ناخد النهارده بقى ايه؟ هنكمل السته. السته اللي هي بتتكلم عن الديستريبيوشن اللي هي معناها التوزيع. دي كلمه ديستريبيوشن او ديستريبيوتيف. طب انا كاتب لك كام مساله؟ بص 1 2 3 4 5 6 زي الفل. 6 مسائل هيظبطوا لك البروبرتي رقم 6 نمبر 6 اللي هي اسمها الديستريبيوشن او الديستريبيوتيف. لو انت قاعد معاك ورقه وقلم تعالى نحل مع بعض. بصوا اولا الديستريبيوشن دي بتيجي بشكلين عشان تخليك ناصح كده، ما تفتكرش ان هي ليها صوره واحده، هي ليها صورتين. اول صوره دي انك تلاقي المساله متلخبطه، يعني متلخبطه يعني تلاقي باي على ماينس على باي على بلس خلطبيطه. بص باي على بلس على باي على بلس كده خلطبيطه. بص باي على ماينس على باي على بلس على باي. يبقى اول شكل هو الشكل الخلطبيطه اللي على بعض. عارف ايه الشكل الثاني بقى؟ ان هم رقمين ما بينهم باي، رقمين ما بينهم باي، رقمين ما بينهم باي. يبقى كاني دي ودول شبه بعض اسمهم ديستريبيوشن. دول شبه بعض واسمهم ديستريبيوشن. يبقى الديستريبيوشن ليها معايا طريقتين. تعال نفهم الطريقتين. هنخلص الاول دي وبعد كده نخلص الاثنين دول وبرجع افهمك اللي في النص. تعال نشوف دي. اما بتبقى خلطبيطه زي كده بعمل بطريقه اسمها طريقه الدوريات. انا بسميها طريقه الدوريات. ان انا بعمل دوريه على ايه؟ على الرقم اللي يكون متكرر فيهم كلهم.
انا عايز هنا 1 1 2 1 1 2 1 1 2. يعني ايه الرقم المتكرر؟ 112 وعلامه الباي. اروح اعمل 112 وعلامه الباي في دوريه. هنا 112 وعلامه الباي في دوريه. طب في حد مثلا دي 112 مفيش جنبيها حاجه. اقول لك على حاجه حلوه، هتقول جنبيها باي 1. ايه ده؟ يبقى باي 1 دي زياده من عندك. يا جماعه ما لازم كل رقم يبقى فيه علامه باي ورقم جنبيه. باي ورقم جنبيه، ده مفيش جنبيه باي. يبقى حضرتك هتزود من عندك كده جنبيها في السؤال تقول باي 1. مين بقى اللي متقرر؟ لان باي 1 احنا اتفقنا لسه من شويه واخدين حاجه اسمها المالتيبليكيتيف ايدنتيتي. المالتيبليكيتيف ايدنتيتي دوت هو الرقم اللي مش بيأثر في عمليه المالتيبلاي. مين الرقم اللي ما بيأثرش في المالتيبلاي ما بيغيرش؟ هو ال1. يبقى انا استخدمت هنا الخاصيه بتاعت المالتيبليكيتيف ايدنتيتي بروبرتي اللي هي بتتكلم عن ال1 مش بيأثر، فقلت خلاص اخليها باي 1. انما انت قلت باي 2 او باي 3 او باي 4 يبقى انت كده غيرت المساله. طب بص بقى مين اللي متكرر؟ 112 علامه الباي، 112 علامه الباي، 112 علامه الباي. بعد كده تبدا تحل، هتروح قايل ايه؟ تكتب الحاجه المتكرره دي مره واحده 112 وعلامه باي، وبعدين تفتح قوسين حلوين كده. يا اما قوسين مدورين يا اما قوسين مربعين براحتك. هتحط جواهم ايه بقى؟ انا همسك القلم الرصاص اشطب دي واشطب دي واشطب دي، هحط جوه اللي هيتبقى هنا ايه؟ هيتبقى هنا كده 5 وبعد كده ماينس 16 وبعد كده بلس 1. الله 5 ماينس 16 وهنا بلس ايه؟ بلس ايه؟ ال1 اللي حضرتك حطيته ده مهم جدا. انت عارف انت لو ما حطيتش 1 ده هتلاقي نفسك مش هتكتب حاجه هنا. طب بعد كده تقول ايه بقى؟ تقول ايكوال 112 باي. اصفي دول بقى. طب اصفيهم ازاي يا مستر؟ لا اما بمخي لا اما بالاله. يعني ممكن تمسك الكالكوليتر وتحط على الكالكوليتر كده 5 ماينس 16 بلس 1. عارف الاله هتقول لك دول بكام؟ اما تحط على الاله 5 ماينس 16 بلس 1 هتقول لك دول نيجاتيف 10. صح؟ اللي حسبها بالاله حط دول على الكالكوليتر هتطلع لك نيجاتيف 10. يبقى اقول له دي 112 باي كام؟ اقول له باي نيجاتيف 10. وبعد كده اضرب دوت باي ده على الاله. اما اعمل ده باي ده على الاله يطلع نيجاتيف 112 وال10 هتديها الزيرو بتاعها. يبقى انا كده حليت المساله. والسؤال بيجي ازاي؟ يقول لي يوز ديستريبيوشن او يوز ديستريبيوتيف، يعني استخدم التوزيع. يوز يعني معناها استخدم. اللي استخدم التوزيع استخدمته. طب مين شبه دي يا مستر؟ اللي هي خلطبيطه اللي هي بلس على باي على ماينس على بلس. دول لا، ده دول حاجه ثانيه، ده بقى الديستريبيوشن. امال مين شبه دي؟ دول. طب تيجي نخلص دول بالمره كده. نخلص طريقه الدوريات. اعمل دوريه على الحاجه اللي متكرره فيهم كلهم. بس انت ملاحظ هنا نيجاتيف 4 اوفر 9 نيجاتيف 4 اوفر 9 نيجاتيف 4 اوفر 9 وفي علامه باي. في علامه باي هنا مفيش باي. سامع واحد شاطر بالله يا مستر نعمل زي ما عملنا هنا. اقول له برافو عليك. هنزود باي ايه؟ هنزود باي 1 هنا. هنعمل دوريه على نيجاتيف 4 اوفر 9 بس؟ لا، وعلامه الباي. شاطر. ها نيجاتيف 4 اوفر 9 بس؟ لا، وعلامه الباي. نيجاتيف 4 اوفر 9 وعلامه الباي. هنبدا بقى نكتب النيجاتيف 4 اوفر 9 وعلامه الباي مره واحده بس. وبروح فاتح قوسين. انا مش عارف الازرق واضح في التصوير. يبقى نكتب نيجاتيف 4 اوفر 9 وعلامه باي. وبعدين بعد ما تعمل باي بقى تفتح قوسين. واحد ده مستني نفتحهم مدورين كده ولا مربعين؟ عكس، انا عكست. انا عملتهم مربعين ولا مدورين اي حاجه. طب يلا نكنسل. اروح شاطب دي من هنا واشطب نيجاتيف 4 اوفر 9 هي علامه الباي. نيجاتيف 4 اوفر 9 وعلامه الباي. هيتبقى هنا 8 شطار. وبعد كده بلس ايه بقى هنا يا مستر؟ 9 شاطر. وهنا دي بلس ولا ماينس؟ بلس. وهنا ال1 اللي انت حضرتك حطيته. في ناس بقى بعد ما تخلص الخطوه دي يا جماعه بيقول لك انا هعمل دي كلها على الكالكوليتر مره واحده. بقول لهم لا يا جماعه لو سمحت بلاش تحط دي كلها على الكالكوليتر. امال اعمل ايه؟ عايز تستخدم الكالكوليتر احسب بس دي الاول على الكالكوليتر. طب هي 9 بلس 1 هيديني 10. طب 10 بلس 8 هيديني 18. دي مش محتاجه كالكوليتر ومع ذلك براحتك. عايز تستخدم كالكوليتر براحتك. يبقى دي 10 بلس 8 18. يقول له ايكوال. على فكره لازم كل مره نقول ايكوال. هقول له نيجاتيف 4 اوفر 9
باي دول طلعوا كام بقى؟ 18. يبقى اقول له نيجاتيف 4 اوفر 9 باي 18. ودي تحسبها بالكالكوليتر كلها مره واحده تطلع لك الكالكوليتر نيجاتيف 8. يبقى احنا خلصنا المساله بتاعتنا. ايه طلعت نيجاتيف ايه؟ 8. اكزامبل تاني بتهيألي نشرح واحد كمان يبقى كده فهمنا الحاله الاولانيه في الديستريبيوشن. ايه الاكزامبل ده؟ شبه دوت وشبه ده اللي هي بتاعت الدوريات. بس هنا مش هتحتاج تعمل باي حاجه، واخد بالك؟ هنا زودنا باي 1 عشان كان الاخير واقف لوحده. باي 1 عشان واقف لوحده. طب هنا انا شايف ده مش واقف لوحده، في علامه باي اهي، وهنا في علامه باي علامه باي. خلاص نعمل الدوريات. انا شايف مين الرقم اللي متكرر؟ ال 5 اوفر 17 وعلامه الباي، الشطار. ال 5 اوفر 17 وعلامه الباي، ال 5 اوفر 17 وعلامه الباي. اروح قايل ايكوال، اكتب ال 5 اوفر 17 وعلامه الباي مره واحده بس. هي موجوده كذا مره، انا بكتبها مره واحده. وببدا بقى الغيها من هنا ومن هنا ومن هنا. طب بعد ما اشطبها من هنا ومن هنا ومن هنا هيتبقى هنا ايه؟ سامع حد شاطر بيقول لي هنا 20 يا مستر. برافو. وبعدين دي ايه؟ ماينس. هنا كام؟ طب ماينس ليه؟ عشان دي ماينس. اوعى حد يحط جوه الاقواس هنا باي او ديفاين. حبايب قلبي جوه الاقواس هنا بص، جوه الاقواس ايه؟ بلس او ماينس. ها؟ بلس او ماينس. انما عمر ما الاقواس دي بتحط فيها باي. عارف ليه؟ لان اصلا الباي انت خدتها بره خلاص. طلعت من المساله كلها فما بقاش فيه باي. اللي بتحط جوه هنا يا اما بلسات يا اما ماينسات. لما شلت ده اتبقى هنا 20، لما شلت ده اتبقى هنا 7 وهنا ماينس طبعا. لما شلت ده يتبقى هنا بلس 21. وبعد كده نعمل ايه بقى؟ نحسب الحسبه دي بالكالكوليتر مش كلها، هنحسب دولت بس. هنقول ايكوال، هننزل 5 اوفر 17 زي ما هي على ما حضرتك تحسب لي بالكالكوليتر دول كده بكام؟ وهنقول باي. دول لما نحسبهم بالكالكوليتر عارف هيطلعوا كام؟ هيطلعوا دي هتطلع 1 مع نيجاتيف 7. حد حسبها بالكالكوليتر؟ ده دي هتطلع، استنى، دي هتطلع 20 ماينس 7 يعني هيطلع ده 14. 14 لما نحط عليهم 21 تطلع 30. تاني بصوا 20 ماينس 7، 20 ماينس 7 هيطلع لي 13، وبعدين 13 بلس 21 هتطلع 34، يعني دي كلها كده هتطلع 38. انت على العموم ممكن ما تشغلش بالك، انت حط دي على الكالكوليتر تطلع 34. هروح بقى اقول 5 اوفر 17 باي هلغي ده كده كله واكتب مكانه ايه؟ 34 واحسب الحسبه دي بالكالكوليتر هتطلع لي 10. يبقى انا كده خلصت. طب احنا كده خلصنا الديستريبيوشن. اوكي خلصنا الديستريبيوشن. دي حاله سهله جدا يا جماعه. الحاله دي عباره عن ايه؟ ان رقمين وعلامه باي، رقمين وعلامه باي، رقمين وعلامه باي. طب بص يا جماعه القصه في ايه؟ قال لك الرقم ده دايما بيبقى لا اما فوق ال 100 فوق ال 100 لا اما تحت ال 100. حاجه اكتر من 100 او حاجه اكتر من 100 او حاجه اقل من ايه؟ من 100. وممكن يبقى اكتر من 1000 او اقل من 1000. السؤال ده مثلا بعرفها ازاي؟ بتلاقي رقمين وعلامه باي، رقمين وعلامه باي، رقمين وعلامه باي. بس بتلاقي الرقمين دول في واحد فيهم اعلى من ال 100. طب اعلى من 100 بكام؟ 101، 102، 103. طب ممكن تلاقي الرقم اقل من 100 بس مش اقل قوي. يعني 100 دي اللي قبلها على طول لما ننقص منها واحد تبقى 99، 98، 97. يبقى فوق ال 100 لا اما تحت الايه؟ ال 100. طب انا هعمل لكم شويه ملخصات حلوه. بصوا الرقم ممكن يبقى ايه؟ يبقى 101، ممكن يبقى 102، 103 دول فوق ال 100. طب ممكن يبقى 99، 98، 97. طب بص بقى حضرتك بتعمل ايه لما بتشوف المنظر ده؟ لو لقيت الرقم فوق ال 100 تفكه 100 بلس 1. 100 بلس 2. على فكره الملخص ده جامد جدا اللي انا بعمله. طب 103 يبقى فكه 100 بلس 3 وتعمله في قوسين زي ما انا بعمله كده. طب لو لقيته اقل من 100 يعني 99 افكه ايه؟ افكه 100 ماينس 1. مش احنا عارفين ان ال 100 لو نقصنا منهم 1 يديني كام؟ مش يديني 99؟ يبقى لو شفت 99 اعمله ايه يا شباب؟ لو شفت 99 اعمله 100 ماينس 1. طب 98 اعمله 100 ماينس 2. ده لو شفت 97 اعمله 100 ماينس 3. تمام؟ طب انا هعمل لك عيله ال 100. عيله الايه؟ لو اكتر من 100 او اقل من ايه؟ 100. مفيش مكان فهضطر اعمل لك الناحيه الثانيه دي. دي عيله ال 100 صح؟
طب تيجي نشوف عيله الالف. بص معايا هنا، افرض يا مستر ان هو طلع من ضمن عيله الالف، يعني ايه يا ابني؟ طلع كده 1001 1002 1003. طب لو طلع 999 ثلاث ناينات، لا اما 998 لا اما 997. انا بفهمك دي تعتبر عيله الالف، ده يعتبر فوق الالف وده فوق الالف، فوق الالف ده اقل من الالف. طب نفس الفكره اللي هنا، اللي اكتر بنعمله بالبلس، اللي اقل بنعمله بالماينس. عارف تفكوا ايه؟ مش ده 1001 تعملوا 1000 بلس 1 1002 تفكوا 1000 بلس 2. على فكره انا في اخر الفيديو هديك مساله عليك تحلها انت لوحدك في البيت. 1003 بتعملوا 1000 بلس 3. طيب يا مستر شفتوا 999 ده يعتبر 1000 ماينس 1، ده يعتبر 1000 ماينس 2 عشان 990. طب ده 1000 ماينس 3. هو عمره ما بيعدي كده، هو بس شغال على ايه؟ اللي فوق ال 100 101 102 103، اللي تحت ال 100 99 98 97. ها اللي فوق ال 1000 1001 1002 1003، اللي اقل من 1000 999 998 997. لازم بقى حضرتك عشان تبقى شاطر في الحاله دي لازم تكون شاطر في الجنب اللي على ايدك اليمين والجنب اللي على ايدك الشمال عشان تعرف تتعامل. طب تيجي نتعامل بقى. في واحد شاطر قال لي يا مستر احنا شفنا 102 ومستر نبيل قال لنا اهو ال 102 فكتها ايه يا شباب؟ فكتها 100 بلس 2. طب بالنسبه للنيجاتيف 7 قال لك ماليش دعوه بيها. بصوا يعني لما اجي احل اقول ايكوال اهو، هسيب النيجاتيف 7 زي ما هي واقول باي. احنا اتفقنا دول بيتفكفكوا، بص كله في اقواس اهو. بص انا عمري ما فكيت واحده من غير اقواس. يبقى انت حضرتك لما تيجي تشيل 102 دي هتكتبها 100 بلس 2 بس لازم تحطها في قوسين. طب بعد كده تعمل ايه بقى؟ قال لك بعد كده تلعب لعبه اسمها السجن والسجان. ان النيجاتيف 7 ده السجان وده السجن، السجن فيه كام مسجون؟ 2. المفروض السجان ده يخش يضرب المسجون الاول ويخش يضرب المسجون الثاني. يعني اقول له ايكوال اهو النيجاتيف 7 هيضرب ال 100 وابعد شويه كده واقول النيجاتيف 7 هيضرب ال 2. يبقى النيجاتيف ده سجان دخل ضرب دي وبعدين دخل ضرب دي. طب يا مستر احط في النص هنا ايه؟ الحته الفاضيه دي بتحط فيها نفس الاشاره. يعني لو هما بالبلسات هيبقوا بلسات، لو هما بالماينسات هيبقوا ماينسات، لو هما بلسات بلسات، لو هما تبع عيله الماينسات. طب انت هنا لما فكيت ال 100 تفكيتها 100 بلس ايه؟ بلس 2. يعني انت حاطط هنا في النص بلس اهو. ها ال 7 دخلت ضربت ده، النيجاتيف 7 هتضرب ال 100 والنيجاتيف 7 هتضرب ال 2 واحط في النص الاشاره دي. انا هعملها بالازرق اهي اللي هي البلس. تعمل ايه بعد كده حضرتك؟ تحسب دول لوحديهم ودول لوحديهم وفي الاخر تعملهم بلس بالاله. طب تعالى نحسب دول كده. هي النيجاتيف 7 لما تضرب ال 100 اللي تحسبها بالاله هتطلع نيجاتيف 700. بعد كده بلس النيجاتيف 7 لما تضرب ال 2 يبقى اسمها نيجاتيف 14. يبقى انا بعمل دول بالاله، بحسب الحسبه دي فين؟ بالاله، واحسب الحسبه دي كده بالاله واحط في النص نفس الاشاره. تاخد بقى ده تعمله بلس ده بالكالكوليتر هيطلع نيجاتيف 714. يبقى انت خلصت المساله. هتقول لي مش فاهم، تعال نشوف دي ونشوف دي هتفرق. هنا مين الرقم؟ ال 66 هسيبه زي ما هو، وال 101 دي مستر نبيل قايل لي اهي. طب انا عامل ايه بقى؟ هسيب ال 66 زي ما هي واقول باي ال 101 دي افكها في قوسين. مش دي يا جماعه حاجه اكتر من ال 100 يبقى تتفك ايه؟ 100 بلس 1. طب لو كانت اقل من ال 100 يبقى 100 ماينس 1 كده فوق ال 100. انت لو معاك 101 بالفلوس هتقول دي عباره عن ايه؟ عباره عن 100 جنيه متجمده وفي جنيه لوحده تتزود عليها صح؟ طب ولو معاك 99 جنيه هتقول ده 99 جنيه دي يعني كان معايا 100 جنيه بس اتصرف منهم جنيه. تمام؟ طب لو معاك 1001 هتقول ده انا معايا 1000 جنيه وفي جنيه فكه لوحده. طب لو معاك 999 هتقول ده انا كان معايا 1000 جنيه وتماينس منهم واحد او صرفت منهم واحد. فاهمين الفكره دي الفكه دي؟ عشان بتعامل بيها. انا شفت هنا 101 هقول لي دي تعتبر 100 بلس 1. مين بقى السجان ومين المساجين؟ انا بعتبر ده سجن
السجن ده فيه كام مسجون؟ 2 مساجين وفينا سجان واقف على باب السجن. السجان ده دوره ايه؟ هيقول انا هخش اضرب المسجون الاول وبعدين اخش اضرب المسجون الثاني. مين بقى السجان؟ ال 66. لازم كل مره اقول ال 66 هتضرب مين؟ ال 100. وابعد شويه كده واقول ال 66 هتضرب ال 1. يبقى هي ضربت ده وضربت ده. في النص هنا شايفين علامه ايه؟ بلس، يبقى بلس. طب يلا تيجي نحسب 66 باي 100 هتطلع 66 وجنبيها 0 0. كل ده بالآلة. طب بعد كده اقول بلس 66 باي 1 هيطلع 66. طب تاخد ده تعمله بلس ده على الآلة هيطلع 666. الله، دي طلعت مزيكا 4 6. سهلة؟ طب يا مستر 66 اهي تاني بس عايز باي 99. عادي هتسيب ال 66 زي ما هي وده هتفكه، بس بدل ما تفكه 100 بلس 1 هتفكه 100 ماينس 1. طب فايدة ايه مستر ما نغير ال 66 عشان عملناها قبل كده؟ اقول له حاضر اهو. تعالى نخليها مثلا 77 مش هتفرق اي حاجة. هنزل ال 77 زي ما هي واقول باي. ال 99 دي تتفك ازاي يا حبايب قلبي؟ 100 ماينس 1 ولازم قوسين. 100 ماينس 1. السجان هو مين؟ ال 77 هيخش يضرب دي وهيخش يضرب دي وهحط في النص ما بينهم علامة ايه بقى؟ هنا كنا بنحط علامة بلس، هنا علامة بلس، هنا نحط علامة ماينس. يلا ها ال 77 هيضرب ال 100. اوكي ابعد شوية واقول ال 77 هيضرب ال 1. طب يا مستر الماينس دي اقول لك اهي اوعى تنساها في النص هنا. طب تعرف تعمل ده باي ده؟ ده يطلع 77 وجنبيها 0 0. طب ماينس 77 باي 1 هيطلع 77. وبعدين حضرتك تتفضل مشكورا تحسب لنا، انا عامل خط كده بس مش عايز امسح دي، تحسب لنا دول بالكالكوليتر. انا مش هكتبها هنا عشان مش هيقضي، ممكن اكتبها هنا. حد حسب لنا دول بالكالكوليتر هيطلعوا كام؟ احسبوها ووريها لي كده. 7700 ماينس 77 هيطلع 7623. حبايب قلبي 768. الناس اللي بتنقذني 76 كام؟ وريني يا ابني تاني احسن ما لحقتش اشوف. اوعى حد يفتكر انا بغش من الآلة. اوعى تفتكر انا بغش من الكالكوليتر. اولى اعدادي لا، مش بغش من الكالكوليتر. 7623 يبقى 7628. مش بغش من الكالكوليتر، انا بس بسألها على حاجة مش بغش منها. احنا كده الحمد لله خلصنا الديستريبيوشن. قبل ما نقفل الفيديو همسح بسرعة واكتب لك مسألتين على الرايق تفكر فيهم في البيت، بس هديك من عيلة الألف. هديك واحدة من عيلة الألف وواحد وواحدة من عيلة ال 999. اوكي؟ طب أنا همسح إيه؟ أنا ممكن أسيب البورد الجميلة دي، ممكن أمسح مثلا العنوان بتاع الدرس ده ونسيب المسائل. همسح العنوان ده لأن خلاص العنوان كان موجود معانا من أول الفيديو. هديكم مسألتين تفكر فيهم في البيت، هيبقى عنوانهم إيه؟ يوز ديستريبيوشن. أهو همسح العنوان كده. السؤال هيقول لي إيه؟ هيقول لي يوز ديستريبيوشن. طالب منكم يا حبايب قلبي تحلهم في البيت لوحدك. هديك اي رقم يخطر على بالي، اي حاجه تيجي في مزاجي. هتقول لي يا مستر 19 باي. هجيب لك مين بقى يا باشا؟ 1001. شاطر، حل في البيت. هتقول لي انا هسيب ال 19 زي ما هي وهقول باي وهفك صاحبنا ده الفكه بتاعته ايه لو انت عايز تغش. وبعدين تخلي ال 19 السجان تخش تضرب ده وتخش تضرب ده وبعدين تروح ايه؟ جماعه. طب بعدين يا مستر عايزين واحده كمان، اقول لك واحده كمان. 7 او بلاش 7، خلينا مثلا 3 باي 1001. الله عيش حياتك اهو. طب عايزين واحده على ماينس بقى يا مستر. دول كده الاثنين هيتفكوا بنفس الطريقه. اقول لك خد مثلا ايه؟ 42 باي 999. طيب خد 666 باي 999. انا كل مشكلتي في ده، عارف ده يتفك ازاي؟ انا هوريك واحده مثلا. ده هتفك ده ازاي؟ ده يتفك من عيله البلس ولا الماينس؟ ده يتفك 1 اهو، هيتفك 1000 ماينس 1. ومين السجان يا حبايب قلبي؟ الثلاث سكسات. الثلاث سكسات يخش يضربوا ده. انا هشرحها شوفها بسرعه اهو. الثلاث سكسات
هيضربوا مين؟ ال 1000 فيبقى 3 سكسات وجايب لهم كام زيرو؟ 3 زيرو يبقى 3 سكسات يضربوا ال 1 هيبقوا 3 سكسات بس. وبعدين دي ايه؟ دي ماينس هحط لنا في النص دي ماينس واحسب بالاله ده ماينس ده على الاله اللي طب هنا دي هتبقى 1000 بلس 1 مش هحل بقى مش هحرق الموضوع انت روح حل فيهم وان شاء الله نتقابل في الفيديو الجاي مع الدرس الجاي سنه اولى اعدادي.